صاحبي مكلمني في وسط الليل يقول لي ان هو عين بنته خلاص هتروح منه. ليه؟ ايه اللي حصل؟ انا اقول لكم ايه اللي حصل. مامة صاحبي دوت فاكره ان العينين بتاعه الرضيع بتوسع لما نحط كحل. طبعا من وراه جابت ايه؟ بتحط له كحل، وحطت طبعا الكحل ايه؟ فرط منها شويه، عينيها بقت كلها سودة. نعمل ايه؟ طلعوا على طول على دكتور رمض، يعني كانت الساعه 1 بالليل، فتح عيادته وعشان ينظف عينين الطفل قعد ينظف ميه وبملح وسواب وعلى جهاز معين كده. عايز اقول ايه؟ رقم واحد، الكحل ما بيوسعش عينين الطفله. رقم اتنين، الجمال يا جماعه نسبي، يعني ممكن واحده عينيها واسعه انت شايفاها حلوه، واحده عينيها ضيقه برضو ناس تانية شايفاها حلوه، فهو مش كل حاجه الجمال مش كله حاجه واحده. رقم ثلاثة، وسيبكم بقى من الجمال لكل ده، رقم ثلاثة حرام عينين الطفل ممكن تروح فيها، يعني عشان اجملها بوجهه نظري ممكن اطير عينيها خالص. طب الموضوع خلص على كده؟ ما خلصش على كده، الحمد لله ربنا كرمنا والحمد لله رجعت زي الفل وتمام. تقوم برضو مامته تاني بتاخده من وراه عشان تكحل عينيها تاني. طب انتوا عارفين بتكحلوا بايه؟ والله العظيم هتضحكوا. مش انا ماليش في الحاجات دي قوي، مش بتاعت الكحل دي، لا بتكحلوا بريشه فرخه. نجيب ريشه فرخه كده، والله لا ريشه فرخه، وتقوم انا مش عارف الميكانيزم والله، بس انا قلت له خلي بالك مامتك ممكن تعمي بنتك.